مال عليكم يا احلى متابعين. النهارده هنتكلم عن حلم الناس كتير قوي بتشوفه بتتخض. واحده تقول حلمت ان شعري بيقع، والتانيه تقول حلمت ان كنت بسرح شعري وشعري وقع في ايدي. انا هتكلم على الحلم بالنسبه للبنت العزباء او المتجوزه او المطلقه او الارمله او الشعر الابيض، وامتى يكون كويس وامتى يكون حلو وامتى يكون ناخد حذرنا منه. وفي نفس الوقت اول حاجه لازم تعرفيها ان الشعر في الحلم دايما بيرمز للعمر وللصحه والستر والجمال والجواز. فلما تشوفيه بيقع لازم اول حاجه قبل ما تفسريه لحالتك تبصي لحالتك النفسيه الاول والاجتماعيه، لان تفسير كل رؤيه على حسب سياق حال الرأي. يعني مثلا هنبدا الاول حاجه بالبنت العزباء. لو البنت العزباء حلمت ان شعرها بيقع ومش متضايقه في الحلم ده، بتبقى اولا بشرى لها، معناه انها بتتخلص من هموم وضغط نفسي، ودي علامة على بداية حياة جديدة لها إن شاء الله. لكن لو الشعر وقع وكانت زعلانة، ممكن يكون ده معناه بيكون قلق أو تأخر في الزواج، أو خوف من فقدان حاجة قلقاها في حياتها، فلازم نربطه طبعا بالحالة النفسية. طيب، وممكن يكون عندها كمان لو اتكررت معاها الرؤية ديت يكون عندها تعطيل في الزواج. طبعا من سياق الرؤية بنعرف الطاقات الروحانية ونعرف إذا كانت هي رؤية ولا فيها انذار أو في تعطيل، والمفسر هو اللي بيعرف الشفرة ديت. هنتكلم لو الواحدة متزوجة وحلمت بتساقط الشعر، ده لو المتجوزة وحلمت شعرها بيقع ده بيرمز لمشاكل مع الزوج للأسف، او تكون خايفة وقلقانة من حاجة تخص الزوج، او حاجة غالية عليها قوي في حياتها. ممكن يكون عدم استقرار في حياتها، وممكن قلة الدخل عندها ضعيف، فده عامل لها قلق وتوتر نفسي. بس لو وقع وكانت مبسوطة بتبقى بشرى لها بزوال هم او حمل قريب لها باذن الله. طب بالنسبه هنتكلم للواحده الحامل وحلمت ان شعرها بيقع، ده معناه بيدل على قلق من الولاده او التفكير الزايد في الحمل، وانها غالبا بيكون في الغالب بيكون حلم نفسي اكتر ما يكون رمزي. بالنسبه للمطلقه او الارمله بنقول لها سقوط الشعر ممكن يكون تجديد في حياتك، بداية حياة جديدة بعد تعب، تغيير في تفكيرك، ممكن يكون تغيير في تفكيرك أو قراراتك. طبعا سياقه بيبقى على حسب حال الرأي، طبعا انتي هتفسريه على حسب حالتك. وفي حالات لازم ناخد بالنا منها. لو حلمت ان شعرك بيقع وكان لونه ابيض، ده ممكن يرمز لندم او ذنب، شعور بالذنب انتي كنتي عملتيه وده عامل لك قلق نفسي. لكن لو الوقع الشعر كله كان كتير جدا، فده ممكن يكون تحذير من خسارة مادية او ازمة محتاجة فيها تفكير ولازم تركزي فيها. بس الحلو بقى ان الحلم ده مش دايما بيكون سلبي، اوقات بيكون دعوة انك تهتمي بنفسك بصحتك، دعوة انك انت تكوني تبدأي حياة جديدة تكوني واثقة فيها من نفسك، كمان دعوة بالتحذير والانذار قبل وقوع الخطر. واي حد عنده رؤية ومحتار في تفسيرها يكتبها لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله افسرها لكم. وما تنسونيش بلايك والاشتراك في القناة. معكم سما لتفسير الاحلام.